تعال اتفرج معايا على القرع النونو ده. شفته قبل كده؟ طبعا احنا متعودين على شكل القرع اللي هو بيبقى عامل زي البطيخه، ليه زلومه. قرع عمة السلطان اللي هو بيبقى مدور زي ده كده بس كبير شويه. لكن القرع اللي زي ده نادر ان انت تشوفه، مش عشان انا جايبه بس، لا، علشان النوع ده بيبقى من النوع المتقزم. شويه طفرات بتحصل في النباتات بتطلع منها احجام صغيره او اشكال غريبه جدا. فلو ده بالنسبه لك كان شكله مش غريب والحكايه كلها في ان هو حجمه صغير بس، فتعال اتفرج معايا على طفره جامده جدا من طفرات القرع. شايف شكلها عامل ازاي؟ تحس ان هي قرع فضائيين. النوع ده من القرع واحد من الطفرات المميزه جدا اللي بتبيع مبيعات خياليه في اوروبا، خصوصا في عيد الهالوين. وزي ما انت شايف طبعا هو كده كده شكله يرعب لوحده. تركز كده تلاقي الحراشف اللي بره اللي فيها شبه كبير قوي من جلد التمساح، حراشف خشنه شكلها غريب، الالوان الاصفر والاخضر، والتشبيحه اللي شبه ايدين العفاريت. تسالني تقول لي وانت شفت ايدين العفاريت فين؟ هقول لك ما تركزش، يعني عديها لي. بس ثواني، رغم ان اللي احنا بنقوله ده مبهر جدا بس انا مش حاسك مبهور كفايه. انا مقرر ان ابهرك بزياده. ازاي؟ بالطفره الثانيه من طفرات القرع. قول انك انبهرت، لازم تعترف وتقول انك انبهرت. دي طفره تانية من طفرات القرع وبرضه بتتباع بشكل قوي جدا خصوصا في اعياد الهالوين. انا عايزك كده تركز معايا وتتفرج على تفاصيلها وعلى جمال وابداع ربنا سبحانه وتعالى فيها. شايف الشكل بتاعها عامل ازاي؟ فيها شبه من الحبار الصغير، عارف انت بتاع الكرتون ده؟ شبهه قوي. بص شكلها عامل ازاي، ولو جيت تركز في شكلها هتلاقي شكلها قريب قوي لشكل الجرس ده، غير الحاجات اللي نازله منها اللي عامله زي ما يكون صوابع كتيره قوي قافله على كوره. بص معايا كده، انا عايزك تخاف من اللي انا بقوله وتركز معايا في كل حرف في كلامي. تعال بقى نفتح الثلاثه الحلوين دول ونشوف من جوه شكلهم شبه القرع العادي ولا هيرعبونا زي شكلهم من بره. يلا بينا. تعال نبدا بالحلوه الصغيره اللي شكلها كيوت دي. بسم الله. انا حاسس ان انا في مره هتعور باللي انا بعمله ده. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. بسم الله. ده شكل القرع النونو من جوه. لو انت مركز في شكل الرسمه اللي جوه هتلاقيها قريبه قوي من شكل علامه المرسيدس، ويعتبر بنفس الثمن بس بتاع الفاكهه. ريحته قرع بس على بطيخ، رغم ان الثمره حجمها صغير جدا الا ان حبايه اللب اللي جواها كبيره. فتحنا دي نركنها على جنب وناخد الفزع الصغير. يلا بينا. بسم الله. ايه ده؟ ناشفه قوي. لا تكون زينه بس يا جدعان، هتغاب عليك. الخاينه. في حاجه غلط. لا بجد السكينه حاميه قوي. ايه اعمل ايه طيب؟ العيال صحيت. هو انا اللي بيجي لي حاجات ناشفه قوي كده؟ انا قلقان منها قوي. جاهز للمفاجاه؟ شكلها مرعب. الناس اللي عندهم فوبيا زمانهم مرميين في الارض دلوقتي. ريحتها مايله على الكوسه اكتر من القرع. فتحنا الفزع الصغير نسيبه وندخل على الفزع ابو رجلين. ربنا يستر. السكينه مش عايزه تدخل من الجنب. ايه ده؟ عايزه بلطه. هتموتني القرعايه دي، جايه تموتني. اعترفي مين اللي مسلطك عليا؟ ماتت. خلصت عليها قبل ما تخلص عليا. جاهز للمفاجأة؟ يلا بينا. دي ريحتها وسط ما بين دي وما بين دي، بس برضه شكلها مش مبشر خالص. طيب خلاص فتحنا التلاتة، تعالوا ندوق كل واحدة ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. بص دي السلسة الحلوة الجميلة دي. بسم الله. منديل منديل. مرة مرة مرة. ده مرة بعبط. لا انا فاجئت. نرجع ونقول ما تحكمش على الكتاب من عنوان ده، الكتاب عايز يتولع فيه على بعضه. والله وترتني. اما الحلوه الملونه ام ريحه حلوه كان طعمها كده. امال اللي انا بقطعها دي هتعمل فينا ايه؟ بسم الله. منجيل. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. انا ما دقتش في حياتي مراره زي كده. مره اكتر من الصبار، مره للدرجه اللي تخليك ممكن تقوم ترجع، ومرارتها بتثبت في البق. غالبا القرع ده ما بيتاكلش، القرع ده منظر، اكيد منظر. فكرك ان انا هسكت؟ وربنا ابدا هكمل. بسم الله.
حسن السودة انا يما. يا حسن السودة انا يما. يا حسن السودة. انا محتاج مصحة اتعالج في اقرب وقت، انا تعبت قوي. لا حول ولا قوة الا بالله. خدتني في الملف، يعني اول ما دقتها طعمها ما كانش باين فيه المرارة، يا دوب بس دوست عليها بسناني. ادي وحشة اوي، مرة، مرارة كتير، وحشة، التلاتة اوحش من بعض. طيب ده هيبقى اول فيديو من ساعة ما دخلت السوشيال ميديا ما اقولش فيه فوائد الحاجة اللي قدامي، علشان الشيء اللي قدامي ده ايا كان فوائده ما ينفعش انه يكون موجود عندك في البيت اطلاقا. العيال صحيت يما. انواع القرع دي حلها الوحيد ان هي تكون للزينه، رغم ان انا متاكد ان النوع ده تحديدا مش للزينه وبيتاكل، لكن التلاته امر من بعض، مرين بشكل مش ممكن، بشع. ما شفتش في حياتي حاجه مر بالمنظر ده. تعال لي بقى في لقطه السعر عشان انا قلبي وجعني، حاسس باللي انا حاسس بيه. القرعايه دي ب 155 جنيه، والقرعايه دي ب 180 جنيه، والقرعايه دي ب 210. شايف دول كلهم؟ اياك تجيبهم على الله. شوفك جايب حاجه فيهم ليه؟ عشان انا جبتهم مكانك.